اليوم منكمل شو صار. الملك كسرى شاف بنومه منام، شاف حاله قاعد بالصحراء وعطشان وجوعان كتير، وكان في قدامه صينية كبيرة عليها وزة مشوية. ولما مد كسرى ايده حتى ياكل الوزة ما شاف الا كلب اسود ضخم شكله مخيف هجم فرد هجمة على الوزة والتقطها بأنياب. يا لطيف يا سعيد. ولما بداله انه الكلب ناوي ياكل الوزة ما شاف الا 7 هاجم من بعيد طوله اطول من حصان، نط فرد نطة وخلصوا الوزة من الكلب ورجعها للملك كسرى. الله أكبر. هالمنام يا سادة يا كرام قلق الملك كسرى كتير لأنه شافه عدة مرات، وبيوم من الأيام طلب من وزيره تفسير لهالمنام اللي زعجه كتير. ومثل ما بتعرفوا يا أخوان كان قوم الملك كسرى كفار وبيعبدوا النار من دون الواحد الجبار. الوزير فكر منيح وعرف انه عرش الملك كسرى آن اوانه وبدها تنطفي انواره، فقال له يا ملك الزمان حلمك اللي حلمته عليك ماله امان، رح تحارب وتخسر بحربك، وعدوك رح يحتل ارضك وياخد عرشك ويدبح شبابك ويسبي نسائك ويسرق ذهبك. شو قصدك ولا بعدي؟ شو قصدك بالكلمتين الناصين قلتم بالاخير؟ يا شريف ضب خنجرك الله يرضى عليك. ابو عادل عم يحكي حكايه ما له فيها، مو قصدك بشيء. لا قصدني، وكلياتكم كنتوا عم تتوتوتوا علي من لما فتح على القهوه. وشو نخدمك نحن يعني هلا؟ بدك تسهر ولا جاي تنزع السهره مثل عوايدك؟ لا خالي، انا ما راح انزع سهرة حدا بنوب، وكل الحاضرين على راسي من فوق، بس بشرط يسحب ابو عادل اخر كلمتين من الروايه كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله على هالليلة. يا أخي هالجملة موجودة بالرواية، شحة مكتوبة هون. صلي على النبي بالك يا دعشري، صلي على النبي. الف الصلاه عليه. بس بالاول لازم ابو عادل يسحب اخر كلمتين، يا اما علي وعلى اعدائي وعلى كل الصلاب. صلام؟ لا لك معروف. لا عمي ابو عادل الله يرضى عليك، هالجوز كلام بلاغن اخي محيون، محيون خليها الليله تمر على خير. ماشي يا ابو عصام، لا حول ولا قوة الا بالله. والوزير قال له للملك عدوك راح يحتل ارضك وياخذ عرشك ويدبح شبابك ويسبي نسائك، وما قال له شيء ثاني منه.